هل سموحة تستحق ركلة جزاء أمام الزمالك؟ بعيد عن فوز سموحة وبعيد عن الأداء السيء اللي ظهر بيه الزمالك، ولكن كان في كوارث تحكيمية من البنا، منها ركلة جزاء حسام حسن اللي كانت نقدر نقول تخلص على الزمالك حرفيا، وكان ممكن بسببها الزمالك يرجع في المباراة ويتعادل، ولكن خسارة مستحقة، فوز مستحق لفريق سموحة. ولكن نيجي هنا لركلة الجزاء. حسام حسن الكرة بتتلعب له ظهره لعواد وفي ظهره حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد اللي اتهور وحاطط ايده على ظهر حسام حسن، وكمان في شد، لكن هنا في اعاقة، هنا في شد. فطالما في اعاقه في شد في التحام، في شك ان في ركله جزاء. ولكن هنا البنا ما حسبهاش، ولكن الفار نادى على البنا وقال له لا هنا في شك، تعالى شوفها. رجع عشان يشوفها، وقبلها كان ادى انذار تاني لحسام حسن وطرد. فرجع البنا علشان يشوفها، فلقى الكوره بشكل واضح بشكل كبير جدا، ولكن رجع وقال لك لا يا معلم انا قراري صح. تحس ان البنا حد غمض عينه وقال له خلاص انت يا معلم كاريزمتك جامده جدا، ما ينفعش انك ترجع في قرارك، وخلاص سموحه كده كده كسبانه، تحسب ركله جزاء دلوقتي الماتش يتأزم على الزمالك اكتر. قال لك لا يا معلم خلاص انا حسبتها ومش هرجع في كلامي. ولكن لو هنيجي نبص للكوره فركله جزاء مليون المية، وهقول لك ليه. ان انا هنا كمهاجم والمدافع في ظهري، اي التحام ركله جزاء، وهنا بالفعل كان في التحام، في شد من تيشيرت حسام حسن في ركله جزاء مليون المية. حتى لو انت يا بنا مش عاوز تحسبها فهنا في التحام، على الاقل ترجع للقرار وتقول ان هي مش مستاهله انذار وكارت احمر على الاقل خالص. لان هنا الانذار والكارت الاحمر هو ما فيش تحايل، هو فعلا في التحام. فالالتحام ممكن عادي يبقى في اعاقه او في التحام ما باللاعب، فغصب عني ان انا اقع. ولكن انت لا حسبت ركله جزاء لان هي كمان ركله جزاء مليون المية، ولا رجعت في قرار عدم طرد حسام حسن. قرار غير موفق من البنا، وخساره الزمالك هي خساره مستحقه بعد اداء سيء فنيا داخل الملعب من اللعيبه او من بدايه التشكيل خالص، واداره فنيه سيئه من جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك. وكفايه عظمه لحد كده.